هتتصرف ازاي لو لقيت نفسك واقف قدام واحده مصره ان هي تعمل اوضه نوم باكتر من 100,000 جنيه، والناحيه التانيه خطيبها مفهمها ان الدنيا جميله بس هو مفيش في جيبه اصلا غير 3000 جنيه؟ من سنه بالظبط الجو كان حر زي الايام اللي احنا فيها دي، قررت اخد اجازه. قعدت في البيت، شغلت التكييف، فتحت الليزي بوي، اتفرج على فيلم لذيذ كده ومقضي يوم جميل. وفجاه يجيلي تليفون، ارد عميل كنت مخلص له تصميمات بتاعت شقته من اكتر من 3 او 4 شهور. اتصل بيا: الحقني انت خربت بيتي، انا خطوبتي باظت وانا فرحي كمان شهرين والدنيا عندي اتدمرت خالص. طب في ايه اللي حصل؟ انا التصميمات اللي انت بعتها دي مش حلوه ومش عاجباني. طيب نتقابل بكره الساعه كام؟ بكره الساعه 8. المهم رحت قابلته، دخلنا، خطيبته ورتني التصميم اللي احنا اصلا كنا متفقين عليه، ودخلنا نشوف الاوضه اللي اتنفذت. ده اصلا بنتكلم في حته والناحيه التانيه كلام تاني خالص. طيب وبعدين انت فين التصميم اللي انت خدته عشان تنفذ بناء عليه؟ والله اصل انا الميزانيه والموضوع فلت مني، فانا لميت الدنيا زي ما عرفت. نرجع اصلا لاساس الفكره من التصميم من الاساس. لما جينا واحنا بنتكلم في البادجت اللي احنا هنشتغل عليها، فرش الدنيا ورد لخطيبته: حبيبتي انت اعملي اللي انت عايزاه، انا ما يهمنيش حاجه غير انك تبقي سعيده ومبسوطه. طيب انت البادجت بتاعتك كام؟ لا يا باشا انا ما عنديش مشكله في البادجت. بدات هي تعمل شويه تفاصيل وبدات تختار الوان وبدات تختار ديكورات وبدانا نشتغل. التكلفه هتوصل معاك للمبلغ الفلاني، انت عامل حسابك على كده ولا لا؟ هودها بس واعمل لها اللي هي عايزاه وما تشغلش دماغك، انا كده كده مش هنفذ فماليش دعوه. بعدها بشويه خلصنا تصميمات، خد هو التصميمات وقال لها سيبيني بقى انا هخلص الشقه وهعملها لك مفاجاه. وفعلا كانت مفاجاه. التصميم اللي اتعمل ملوش علاقه اصلا بالشغل اللي اتنفذ، وده بيتكلم في حته وده بيتكلم في حته والدنيا بايظه. والعروسه راحت بقى وسابت الشقه كلها وقفلت معاها على اوضه النوم: انا مش هتجوز غير لو اوضه النوم اتعملت باللي انا عايزاه. طب انت اصلا عايزه ايه؟ اول حاجه الطلبات اساسا اختلفت عن اول مره، لان هي اصلا من اول مره ما كانتش عارفه هي عايزه ايه. الترتيبات كلها اختلفت، طريقه تنظيم الاوضه اختلفت، طريقه الترتيب اختلفت، حتى الفرنتشر اللي كانوا متفقين ان هم هيشتروه اتغير خالص. طب ليه اتغير؟ عشان هي لما لقت ان مفيش حاجه من اللي هي طالباها اتعملت، فغيرت بقى الخطه بتاعتها كلها وبدات تحلم. وعملت اجتماع قمه هي واصحابها وبعتوا لها شويه صور جميله من على بنترست، شويه افكار عظيمه: وهي دي الحاجات الحلوه والحاجات دي ترندي والحاجات دي لايقه عليكي. طيب انت محتاجه تعملي ايه؟ وانت طيب الدنيا عندك فيها ايه؟ قام واخدني على جنب قال لي: بقول لك ايه، لم معايا الدنيا وانا زي اخوك الصغير واحنا عايزين نلم الدور وعايزين نتجوز وانا معيش فلوس اعمل لها اللي هي بتتكلم فيه. طب انت البادجت بتاعتك فيها ايه؟ انا معيش غير 3000 جنيه. طيب انتوا العفش اللي انتوا اخترتوه؟ فقال لي: انا معيش غير 3000 جنيه. وطبعا قال لي 3000 جنيه دي انا كأن حد دلق عليا جردل ميه ساقعه. انت يا باشا بتهزر؟ 3000 جنيه ايه اللي انت بتتكلم فيها؟ طب كنت مهودها ليه اصلا من الاول؟ لما انت ما كانش معاك تكلفه للي هي بتقوله، ما كنا عملنا لك تصميم حلو يليق على اللي هي عايزاه بالتكلفه اللي معاك. انما انت صرفت وكلفت وجاي النهارده تقول لي 3000 جنيه؟ طب انا اعمل لك ايه بال 3000 جنيه؟ ما انت مش جاي لساحر. قال لي: احنا عايزين نلم الدنيا زي ما بقول لك. تفتكروا بقى الراجل زي ده هنتصرف معاه ازاي؟ اول حاجه قعدنا معاهم هما الاتنين، قعدنا نهدي النفوس عشان نعرف بس نتكلم معاه شويه ونتكلم معاه شويه ونهدي الدنيا، عشان طبعا الدنيا كانت والعه وما بين سويت من ناحيه وما بين برود من ناحيه، كان لازم نهدي الدنيا شويه. هديوا هما الاتنين وبعدين بدأنا نسمع من العروس: انت عايزه الاوضه عامله ازاي؟ اول حاجه طلبتها، طلبت دريسنج، طلبت مكان للسراحه، طلبت مرايه فيها اضاءه عشان تتصور عندها بارتفاع ان هي تبقى واقفه المرايه جايبها كلها من فوق لتحت وفيها اضاءه حلوه عشان التصوير. طلبت مكان للشاشه، عايزه السرير والاتنين كومود يتحطوا جنب بعض عشان ما يبقاش كل حاجه في حته، يكون متقسمه في الاوضه. طبعا هي عايزه كل حاجه من الدنيا، هي مش متنازله عن اي حاجه، وكانها اصلا بتتكلم على اوضه في فيلا ستاند الون في كومباوند جديد. طب العمل ايه يا عم؟ وهو قال لك: انا معيش فلوس. طيب اركن بقى دلوقتي الموضوع الفلوس ده على جنب وتعالى بس نفصص الطلبات بتاعتها واحده واحده عشان نشوف ايه اللي هينفع يتعمل وايه اللي مش هينفع يتعمل. بس تفتكروا هنعرف نعمل الشغل اللي هي طلبته ولا مش هتعرف؟ اول حاجه الدريسنج. طيب عشان نخلق دريسنج جوه اوضه نوم عاديه ما فيهاش اصلا دريسنج ولا كان معمول حساب دريسنج فيها من الاول، دي كانت اصعب حاجه احنا دخلنا فيها. ليه؟ لان الاوضه كانت محتاج يتخلق فيها الدريسنج وفي نفس الوقت ان السرير والاتنين كومود يتحطوا بشكل معين، وفي نفس الوقت هي لا متنازله عن المرايه ولا متنازله عن الشاشه ولا متنازله عن سراحه بمرايه تانية منفصله للسراحه. اول حاجه خدنا مقاسات الاوضه، وبصراحة مقاسات الأوضة كانت نوعا ما كويس. الأوضة كانت تقريبا 64 في 43، ودي مساحة محترمة جدا إن إحنا كان نقدر نعمل فيها الطلبات اللي هي عايزاها، بس بشوية تفكير وشوية هدوء ورزان. وفي نفس الوقت التفكير ده كان ممكن نقدر نوصل بيه لنتيجة حلوة من غير ما نكلف العريس فلوس ياما. أول حاجة عملناها
إن إحنا خلّقنا الdressing. أكتر حاجة ساعدتنا في الأوضة دي مكان الباب، مكان الشباك، وإن الأوضة كانت مساحتها مستربعة ومتصفية ما فيهاش لا بروز أعمدة ولا فيها شطرات ولا فيها أي حاجة. فالكلام ده فعلًا ساعدنا جدًا في إن إحنا قدرنا نخلّق مكان للdressing في ضهر السرير وحوالين فتحة الشباك، وقدرنا نعمل الرف بتاع المراية موجود على حيطة فيها الإضاءة الLED اللي هي كانت عايزاها، وفي نفس الوقت قدرنا نعمل مكان للسراحة تحت الشباك، والشباك اتعمل له ستارة black out، ستارة خفيفة جدًا وبسيطة جدًا ما فيهاش أي لعب، لإن شبه الشَّطر كده أو شغل المكاتب يعني. وبدأنا بعد كده نفكّر هنوزّع بقية فراغات الأوضة إزاي. طبعًا السرير لمّا ييجي يتحط في ضهره الdressing بمساحة الdressing، عملنا ضهر السرير واصل من الأرض لحد السقف. بعد كده أخدنا الdressing خلّقنا المكان في ضهر السرير، وعملنا المراية اللي هي كانت طالباها بالإضاءة الLED اللي هي كانت عايزاها، وعملنا السراحة كرف تحت الشباك، لإن الشباك كان جاي في طرف الغرفة، فكان تحتيه مكان رف ممتاز، وجنبه مراية برضه منفصلة للمكان بتاع الmakeup ويتحط فيها الكرسي بتاع السراحة. كان الكلام ده كله جه في مكان مضبوط. وجينا بقى لنقطة السرير والشاشة. طيب عايزين نحط السرير وجنب منه الاتنين كومود. فكرة إن الdressing ييجي في ضهر السرير ده ساعدنا جدًا إن إحنا بقى معانا جزء من الأوضة منفصل، شِلنا يعتبر مساحة حوالي متر و40 سنتي من الغرفة أو طولها كان 4 متر ونُص. 4 متر ونُص أمّا شِلنا منهم متر و40 بقى معانا 3 متر و10. كانت مساحة كافية جدًا إن إحنا نحط فيها السرير مرتاح وقدّامه الشاشة. طيب عشان بقى نداري الdressing بشكل حلو وندمج الموضوع ده كله مع بعض، رُحنا احتاجنا إن إحنا نعمل ضهر السرير يوصل من الأرض لحد السقف، ضهر كرتونيه متنجد بقطيفة وحاجة شكلها كان حلو جدًا، وجنب منه الاتنين كومود وستارتين، واحدة في اليمين وواحدة في الشمال، ستايل أندلسي خفيف كده، يدّي بس روح وطابع إن الممر اللي من اليمين والممر اللي من الشمال اللي هُم اللي بيدخّلوا للdressing. وفي نفس الوقت قدّام السرير عملنا الشاشة، خدت برضه حاجة بسيطة جدًا بمكتبة صغيرة تحتيها. الشاشة طبعًا كانت متعلقة وتحت منها كده حاجة خفيفة لو يعني للإكسسوارات والكلام ده كله. والجبسون بورد اتعمل بحيث إن إحنا نوزّع إضاءة للdressing ونوزّع الإضاءة بتاعة الأوضة بحيث إن هي تدّي كذا مود على كذا مستوى إضاءة. ونقلنا المفاتيح الدفاتير عند السرير من الأرض، نقلناها كده بعِلَب ورفعناها بحيث إن الإضاءة يتحكم فيها من عند السرير ويتحكم فيها من عند الdressing ويتحكم فيها من عند الباب، بحيث إن كل الغرفة تبقى متأسسة مع بعض. طبعًا الكلام ده كله ما كلّفهوش حاجة غير الجبسون بورد وشوية تعديلات الكهربا، دي الحاجات اللي اتكلّفها في التوضيب. إنما بقية الشغل كله اللي اتعمل كان أصلًا شغل الفرنتشر اللي هم كانوا أصلًا هيجيبوه. وللأسف كانت الفكرة كلّها عندهم إن هم حاطين budget عالية جدًا للfurniture ومش عاملين أي budget للتوضيب. فهي دي المشكلة اللي دايمًا بتقابلنا وإحنا بنقابل ناس زي دول، ميزانية ضخمة للفرش وما فيش أي ميزانية للشغل اللي هيتعمل في البيت أساسًا. طيب أنت إيه اللي بيخلّيك تعمل كده؟ بيعمل كده إن إحنا بنخش في سباق مع بعض، هو في دماغه حاجة وهي في دماغها حاجة، والحاجة اللي هنشتريها مشتركة مع بعض هي دي اللي بنعلّي فيها على بعض، ما فيش حد بيراعي بس في نفس الوقت هي حقها إن هي تعمل الأوضة اللي هي عاوزاها، وهو حقه إن هو يكلّف في التكلفة اللي هو يقدر عليها. قولوا لنا بقى أنتم رأيكم، كلام العروسة هو اللي يمشي والّا كلام العريس هو اللي يمشي؟